من حقك تكون اطلالتك رائعه وانت فيها زي القمر، وانت مرتديه الفستان بتاعك سواء في خطوبتك او في المناسبه اللي بتحضريها. وعلشان تكون اطلالتك زي القمر كده، لازم تحبي نفسك في الفستان اللي اخترتي ترتدي. وعلشان كل ده يحصل، لازم تدققي شويه وانت بتختاري الفستان. بمعنى اصح، كلنا جسمنا فيه عيوب وشويه دفوهات، فلازم اعرف العيوب اللي في جسمي ايه، علشان لما اختار موديل فستان يداري العيوب اللي في جسمي مش يظهرها. لانها لو ظهرت هيكون اللوك بتاعي مش لطيف خالص، حتى لو الفستان شيك قوي وموديله رائع جدا وترندي. على سبيل المثال، يعني لو عندك منطقة البطن عالية، ما اختارش انا فستان صك يظهر لي قوي علو البطن ده. مهما كان الفستان جميل وانت جميلة، بس العيب بتاع البطن او الديفو ده هيكون ظاهر قوي ويضايقك ويعكنن عليكي بالبلدي في كل التعب اللي انت عملتيه عشان يطلع مظهرك جميل. فاحنا نراعي ونخلي بالنا من الديفوهات دي. واكيد لما نراعي ونخلي بالنا من الديفوهات دي ونتفادى اظهارها، اكيد اطلالتك هتكون زي القمر وحابه شكلك وانت مرتديه الفستان. اتمنى نصيحه النهارده تكون فادت حبايبي متابعين القناه، واتمنى منكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركه، وتفعلي الجرس حتى يصلك مني كل جديد. وقبل ما امشي بطلب منكم تدعموا القناة معانا، واللي بيدعم القناة ويخليها تظهر عندكم كل جديد اللايك ثم اللايك ثم اللايك. ما تنسوش اللايك يا جماعة. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع باقي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.